جيبي 2 حبات جبن وروحي نديرو حلوة سهلة وفي متناول الجميع. الصلصة تجي ما شاء الله واحد البنة، بسم الله على بركة الله. عندنا حبة بيض، عندنا نص كاس سكر، نخلطوهم مليح بهالطريقة. تحبي تستعملي الباتور يعني انتي كيما تحبي. كي نخلطوهم ماشي بزاف يعني، نزيدو نص كاس زيت، وعندنا مبشور الليمون، انا استعملت الليمون الخضر. وهنا نزيدو 2 حبات تاع جبن، 2 حبات راحين يكفيو على حبة تاع بيض. نبداو نديرو في الفارينة، نزيدو نص باكي تاع خميرة الحلوة، نص باكي يعني 5 غرام، نزيدوه فوق هذيك الفارينة ونبداو نخلطو بهالطريقة. ما كاش ما اسهل من هاد الحلوة، سهلة وسريعة. هنا الوزن تاعهم 30 غرام، راكم تشوفوني وريت لكم الميزان. وزنيهم 30 غرام باش يجوك متساويين كامل الحبات، يجو قد كوريهم بهالطريقة وديريهم في سنيوة، خليهم يطيبوا على 160 درجة. كي يتحمروا من التحت زيدي شعليلهم من الفوق. هنا عندنا 2 مغارف تاع كاكاو وعندنا 3 مغارف سكر. نخلطوا هذه الصلصة اللي رايحين نغصوا فيها الحلوة تاعنا. عندنا كاس غير ربع حليب، نخلطوهم مليح ونديروهم فوق النار. هذه هي الصلصة، غير تبدا تغلي نحيها قد ما تقعد راح تزيد تبرد. كي تبرد راح تزيد تجمد. هنا خليها تبرد وخلي الحلوة ديالك تبرد وغطسي فيها تحبي بهالطريقة. راح تغلفيها كامل الحبة ديالك بهالطريقة. وهنا عندنا قفريط مسكرفج، ما ترحيهش، كي ترحيه رايح يتعجن. خليه هكذا يكون الحبات تاوعو مزربعين، يعني سكرفجيه في السكرفاج الخشين وخليه بهذه الطريقة. هنا نديرو الحبة تاعنا هكذا، ديرلها الكفريت كامل من فوق، ولا غصي الحبة ديالك غير الوجه تاعها وديريها. هنا عندي كاوكاو وجوز، تحبي ديريهم هكذا، تحبي ديريهم بالكفريت كيما تحبي. انا عطيتلك اختيارات وانتي وش حبيتي. نتحصلوا على حلوة رائعة خفيفة، تقول مخدومة بالزبدة. راح تجربيها، وهذه الحلوة اللي حتعتمدي عليها للمناسبات ولا للعيد ولا للعائلة ديالك كيما تحبي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقة وهذه الحلوة تعجبكم، ونتمنى لكم الخير ان شاء الله، والسلام عليكم.